تاني يوم على التوالي. انا يا جماعة بجد هتحسد. الحمد لله اهو. عشان ما تزعلوش مني، فيديوهين ورا بعض اهو. تاني يوم، ما تأخرتش عليكم. حبيت ان انا بسبب كلامكم الجميل وسبب كلامكم الحلو ان انا اتشجعت وعملت فيديو. مع ان انا ما بحبش اعمل فيديوهات بالذات يوم الجمعة، او مثلا ما بحبش اعمل اصلا اي حاجة يوم الجمعة، لان هو بالنسبة لي الويك اند. فلا، بسبب كلامكم الحلو اتشجعت وقمت عملت آه فيديو ليكو. المهم كان عندي اول حاجة، عندي لبن بلدي. انا بقالي فترة كبيرة ما جبتهوش، فبستخدم اللي هو اللبن التاني، جهينة او عبورلاند. فقلت لا، هجيبه عشان انا فعلا عاوزة اعمل قدرة قادر، بقالي كتير عاوزة اعملها. فمستنية ان انا اعمله بلبن بلدي. انا بحب اما اعمل كيك او اعمل اي حاجة فيها لبن، لا احب ان انا احط اللبن بلدي. يعني بيبقى افضل واحسن بكتير. آم، حتى يا جماعة على فكرة اللبن البلدي انا بحبه على فكرة جدا، بس انا دايما بفضل اللبن الشتاء عن لبن الصيف. لبن الصيف بيبقى خفيف، بس اللبن ده اللي انا شربته كان جميل جدا. حتى حبيت ان انا اعمل نسكافيه سخن، من زمان قوي ما شربتوش بقالي فترة. فروحت عملت لي بقى مج كده حلو ليا، حتى ما فطرتش. فروحت عامله لي مج كده اول ما صحيت. حقيقي كان تحسه برضو اللبن البلدي، لا طعمه مختلف وطعمه جميل. في ناس ما بتحبوش، وفي ناس يعني بتحسه زفر وبتقرف منه كده. لا انا بحب اللبن جدا وبحسه كده بطعمه لذيذ كده، طعم حاجة كده يعني، عارفين، قشطة كده يعني. فانا بحبها قوي. المهم النهارده كنت بصور الفيديو ده يوم الجمعة. وسجله لكم برضو يوم الجمعة، هو هينزل يوم السبت. تمام. المهم انا في اليوم ده بدأت الروتين بتاعي، هنقول ان هو روتين مسائي. بدأته متأخر جدا. لان انا بقى كان يوم اجازة، وكنت اللي هو ما كانش ورايا حاجة قوي، فانا كنت قلت ايه هعمله ايه على براحتي، بالذات ان ايه بقى ساعتها ما فيش حد كان في البيت. لا، فقلت ان انا هعمله على براحتي. فخدت وقتي وكل حاجة، وحتى قعدت سمعت القناة دي اللي هو البرنامج ده يا جماعة أنا بحبه جدا 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 جدا. ده الشيخ محمد أبو بكر، حقيقي غير لحياتي 180 درجة. هو والشيخ رمضان عبد الرازق، بجد بجد يا جماعة الشيخين دول من أجمل المشايخ اللي ممكن تسمعوهم. هما اللي خلوني أركز في حاجات كتير جدا جدا بسيطة أنا ما كنتش واخدة بالي منها. خلوني ان انا اركز في كل حاجة، وممكن الحاجة ده الصغيرة دي هي اللي ممكن يعني تبهدلك حياتك، يعني اللي هو ايه، تحسبوه هينا وهو عند الله، هو عند الله عظيم. وهي فعلا كده، تلاقي ممكن بسبب غلطة صغيرة انت ممكن مش واخدة بالك منها تشقلب لك حياتك، تغير لك حياتك. تلاقي ما تلاقيش السعادة في حياتك. فحقيقي المشايخ دي كمان حتى بيشرحوا لك الدين بطريقة يسيرة جدا، بطريقة سهلة جدا، بطريقة بسيطة جدا. يعني يخلوك ان انتي تحبي الدين بتاعنا، تحبي الاسلام بتاعنا، تحبي اللي هو تكوني ملتزمة. انا الشيخ ده محمد ابو بكر هو سبب ان انا يخليني مركزة قوي 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 في نقطة الصلاة. لان هو بجد انا بصوا من النوع لما كنت بعمل حاجة، بغسل مواعين، ممكن احشي او اي حاجة، احب ان انا اشغل حاجات استفيد منها زي الشيخ ده او الشيخ رمضان عبد الرازق. آه المهم انا كنت في مرة قبل ما اتجوز قاعدة، على فكرة انا حكيت لكم الموضوع ده قبل كده. قاعدة كنت بعمل حاجة، يعني كنت بحشي، فقاعدة بسمعه. المهم هو جه، فكان فكان بيتكلم عن نقطة الصلاة. فبيقول انا ما بروح اغسل ميتين بسأل اول حاجة اذا كان المتوفي بيصلي او لا. فطبعا بيقول لو حد من اهله قال لا هو ما بيصليش، فبيقول انا بالنسبة ليا
مستحيل إن أنا أوافق إن أنا يعني مستحيل إن أنا أخلّيه يتدفن في مدافن المسلمين، لإن ده بالنسبة إن هو ما بيصلّيش إن هو كفر بالله، أعوذ بالله يا رب، يا رب احمينا يا رب. فده بارفض تمامًا. بيقول في مشايخ لأ تانية بيغسّلوا عادي عندهم كده، بس بيقول حرام شرعًا إن المتوفّي لو ما كانش بيصلّي، حرام شرعًا لو اتدفّن في مدافن المسلمين. فطبعًا أنا في الوقت ده كنت قاعدة باحشي، وأنا عمّالة وكل شوية أقول إيه شوية وهاقوم أصلّي الضهر، شوية وهاقوم أصلّي الضهر. أنتم بقى عارفين يعني الشيطان شاطر، بس يا جماعة لو كان الشيطان شاطر ف فالنفس بتاعتنا أقوى من الشيطان بكتير على فكرة. المهم أنا هاقول لكم برضه نقطة معيّنة، تمام. هاقول لكم ملخص الحياة دي كلّها واقفة لحد فين. المهم كل شوية بقى عمّالة أقول شوية وهاقوم، شوية وهاقوم. المهم لحد ما دخل عليَّ العصر، فقُلت إيه، أنا بقى في نفسي عمّالة أقول إيه، كده العصر هيدَّن فهاصلّيه قضا وخلاص، صلّيه قضا وخلاص. فأنا قُلت بقى إيه هاصلّيها قضا وخلاص. المهم كنت بقى إيه، باسمع كذا فيديو وده من ضمن الفيديوهات اللي كان عليها الدور فباسمعه. والله العظيم يا جماعة لقيته بيقول الكلمتين دول، أنا قُمت اتنطرت صلّيت. اتنطرت، قُلت سبحان الله هي دي علامة من ربنا ليّا. فمن ساعتها الحمد لله إن أنا ملتزمة في الصلاة، وإن أنا يا رب إن ربنا يكرمني وأكون مش موضوع إن أنا ملتزمة بس، إن أنا أكون مواظبة في أوقاتها، ودي أهم حاجة، لإن تأخير الصلاة يا جماعة من الكبائر. هاقول لكم بقى النقطة بتاعة الملخص اللي هو في حياتنا كلّها، وهي بُصّوا اللي بجد بيفهم أوي هيعرف معنى اللي أنا هاقوله ده كويس أوي. أنا هاجيب لكم اللي هي سورة إبراهيم الآية 22 بتقول إيه، سورة إبراهيم بتقول إيه، أولًا الشيطان يوم القيامة هيطلع يخطب بالناس. الشيطان لمّا هيطلع يخطب بالناس هيقول لهم إيه، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا إن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أنا آسفة يا جماعة لو التشكيل عندي مش مظبوط أو التجويد، أنا آسفة. المهم ركزوا جدا قوي في الآية دي، ركزوا فيها جدا، ابحثوا فيها قوي. يعني أنا لما الشيخ بتاعي قال لي على النقطة على الآية دي في سورة إبراهيم، والله العظيم يا جماعة إن أنا كل ما أحس إن أنا تايهة في حياتي أو أحس إن في حاجة مش مظبوطة أو أحس إن الدنيا عاوزة أصغر الدنيا في عيني، باجيب المصحف واقرأ الآية دي كذا مرة. يا جماعة ربنا قال كل حاجة في القرآن الكريم، والله العظيم ربنا قال كل حاجة في القرآن الكريم. قال قال المال والبنون، قال حتى يعني الشيطان لما في يوم القيامة هيقول لكم ايه، يعني الشيطان بيقول انا مجرد ان انا قدمت لكم الحاجة، انتوا بقى استجبتم ليا، فانتوا ما تلومونيش ولوموا انفسكم. يعني انتوا عاوزين ايه اكتر من كده؟ الشيطان هيطلع يقول لوموا انفسكم. الشيطان نقطة في بحر انفسنا يا جماعة احنا. فده حبيت الرسالة دي اوصلها لكم في الفيديو ده، لان انا من الناس اللي كان بيجي عليا وقت كبير جدا اكون تايهة في حياتي. مريت بحاجات كتير،
فأنا ما لقيتش راحة نفسية غير لمّا قرّبت من ربنا، لمّا واظبت في الصلاة، لمّا خلّيت ذكر ليّا أذكره. المهم إن الشيخ ده كنت باسمعه. أولًا كده آسفة عن أي صوت هيكون جنبي، بجد حقكم عليَّ. المهم الشيخ ده كنت باسمعه، ففي مكالمتين جُم ليه يعني بخصوص مثلًا إن الواحدة بتتكلم عن هو ينفع الراجل مثلًا يتجوز على مراته من غير موافقتها، فهو رد عليها قال لها في شرع ربنا، في الشرع عندنا في الإسلام ما منعش إن الراجل يتجوز من غير موافقة مراته، لأ، مراته يعني لو اتجوز بدون موافقتها فده مش حرام عليه، ما عليهوش ذنب، عادي جدًا. يعني الدين عندنا يعني ما حرمهوش، معلش ما حرمهوش. دي نقطة. وكان بقى بيتكلم عن واحدة بتتكلم بتقول إن أنا كان إيه، كان متجوزة واحد بقى لها قصدي كانت بتحب واحد بقى لها 6 سنين. المهم إن هو اتجوز وكده، كانت مخطوبة لواحد لمدة 6 سنين. المهم هُم ما كمّلوش مع بعض وهو اتجوز. بعدين هو عاوز يرجع لها، فهي بتقول له: "هو ينفع وكده؟ هل حرام عليَّ؟ وكمان هاكون أنا زوجة تانية." يعني هو مش هيطلّق مراته الأولانية وهاكون أنا زوجة تانية. راح قال لها: "ما توافقيش." قالت له: "ليه ما اوافقش؟" قال لها، هو الصراحة عجبني رَدُّه عليها كان حلو جدًا. قال لها: "أنتِ ليه في خلال ال6 سنين أو قبل ال6 سنين أنتِ ليه ما اتجوزتيهوش؟" قالت له: "كان في مشاكل." قال لها: "يعني دلوقتي خلصت المشاكل؟" المشاكل ما خلصتش غير لمّا هو اتجوز. قال لها: "بالعكس، ده هيبقى في مشاكل تانية، من نوع آخر، بغض النظر عن إن أنتِ داخلة بيت مستقر وفي أطفال بين أب وأم، دلوقتي هتخشي كزوجة تانية مثلًا لو مراته ما اتطلقتش، كزوجة تانية، فأنتِ دخلتِ إن لازم مثلًا أنت عملت لها كذا، لازم أنت تعمل لي كذا، مش عارفة إيه كذا، 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 مواويل وخناقات وشد وجذب وحاجات كتير، م مشاكل من نوع آخر. فطبعًا ده هينتج عنه مشاكل. والله أعلم أنتِ لو دخلتِ البيت ده المستقر، هو البيت ده أنتِ ما هتخربيه. فلو البيت ده اتخرب بسبب إن أنتِ دخلتيه، فللأسف ده هيكون حرام عليكِ، فده حرام شرعًا. لو أنتِ دخلتِ بيت وهو اتخرب بسبب وجودِك، فده هيكون حرام شرعًا عليكِ، ده للأسف. وقال حاجة مهمة جدًا، إن رجالتنا رجالة مصر أو الرجالة ما عندهمش ثقافة التعدُّد، ما يعرفوش يعني إيه. هُم عندهم إن الشرع عدِّد لنا، بس هل بقى التعدُّد ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن عبارة إيه حقوقك، إيه واجباتك، إيه المفروض اللي يتعمل. قال للأسف دي الثقافة دي معدومة عندنا. قال دي بقى هل بسبب طريقة التربية، طريقة المجتمع، العادات والتقاليد. فقال للأسف ما فيش حد في المجتمع بتاعنا أو في الدين أو قصدي في الأرض الواقع هيعرف يوازن بين التعدد. فده الصراحة اللي كان بيقوله. هو شيخ بيجي ساعة، والساعة للأسف بتمشي بسرعة الصاروخ. باحس إن أنا مش مستمتعة خالص بالساعة دي، لإن بابقى يعني حلقة زي دي وبتيجي كل جمعة على قناة النهار الساعة 14:00، فالمفروض ما تبقاش ساعة واحدة، المفروض تكون ساعتين، ويا لو كانت أكتر بجد. الحاجات دي محتاجين إن إحنا نسمعها، محتاجين إن إحنا نشغّلها في بيوتنا. أنا على فكرة ممكن باكون باعمل حاجة فباشغّله، بالقُط كلمة، بالقُط حاجة، ممكن مثلًا يقول حاجة مهمة أنا ما اكونش واخدة بالي منها، ممكن جوزي وهو قاعد ياخد باله منها. فكُلّنا بنلقُط، مش لازم نكون نستمع استماع جيد. فاللي هو مجرّد
نلقط كلام. فده كل حاجة يعني ده كله مهم جدا لينا. فدي يعني اللي حبيت اقوله لكم. طبعا نسيت برضو اشكركم على كلامكم الجميل جدا جدا اللي انتوا بتقولوه ليا، والكلام اللي هو الداعم الكبير قوي ليا. ويا رب يقويني كده واقعد انزل لكم فيديوهات كتير. طبعا زي ما انتوا شايفين الروتين ده، انا بدأ الروتين ده كانت الساعة حوالي 4، 4 او 4:30، لان كان يوم جمعة وانا الصراحة قلت خليني بقى على براحتي. فنضفت كده الريسبشن وكنسته، ودخلت بقى عملت الغدا بتاعي زي ما انتم ما شفتوا. عملت كبدة اسكندراني. انا عملتها معاكم قبل كده، بس مع شوية اختلافات. الكبدة المرة اللي فاتت انا عملتها ما حطيتش عليها توم، بس زودت عليها، حطيت كاتشب. الكاتشب بيعمل لها لون فقط، ما بيغيرش يعني في طعمها. طبعا هي ادام اسكندراني فالاساسي فيها الثوم. فانا المره اللي فاتت ما عملتش فيها توم، لان كان في فرد، كان في يعني كذا حد هياكل، ففي حد يعني ما كانش بيحب الثوم فيها. المره دي بقى حطيت الثوم. فالثوم حقيقي انا سبته كده متبل كده لمده ربع ساعه وتلت ساعه، وبعدين حطيته في الوok كنت حاطه فيه الزيت سخن جدا جدا. فالصراحه اول ما حطيته كان ريحته يعني بجد فظيعة فظيعة. المهم، وده بقى المواعين اللي اتلمت بعد اليوم ده كله. فانا مش عارفة ليه يا جماعة، بعد اما غسلت المواعين وكده وخدت طبعا الدش بتاعي، ايدي بقت تحرقني قوي، ايدي الشمال، مش عارفة ليه. المهم عندي بقى القطاعة. لما اكون مقطعه عليها حاجه زفره زي اللحمه، الفراخ، الكبده، فانا بنضفها بالطريقه دي. الطريقه دي بتمنع اي زفاره، وبتشيل في منها اي حاجه الصراحه، بترجعها كاني لسه جايبها جديده. بحط اللي هو شويه من الخل وملح و وليمونه، ماشي، وبنص ليمونه بقى اروح دعكاها كده. مش هتحتاجي اصلا ان انت تشطفيها باي صابون او اي حاجه. فانا يعني بغسلها بقى غسله كده بالصابون وخلاص، بس هي فعلا ما تبقاش محتاجه ان انت تغسلها بصابون. وهي بتبقى الصراحه هي دي يعني تنظيفها ده انا معتمده عليه على طول. بس بقى بغض النظر عن الخضار، لو الخضار لا ما بغسلوش بالطريقه دي. اي حاجه انا مقطعه عليها زفره بعملها بالطريقة دي. انا عاوزة اجيب واحدة كمان عشان اخلي واحدة للخضار وواحدة للتقطيع اللحوم والاسماك والكلام ده. المهم، ده بقى كان الفيديو بتاعي. يا رب يكون عجبكم، ويا رب يعجبكم دايما. و... وما تنسوش اللايك والاشتراك، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. باي باي.